تقدر تجاوب في قد ايه؟ لكن ممكن لو سالتك صاحبتك اللي معاكي رايحه جايه دي، ايه رايك في فلانه؟ في ثواني ممكن تديني روبورت كامل. ايه رايك في جارك؟ هتديني روبورت كامل. ايه رايك في المدير بتاعك؟ يا سلام، خصائص بقى. لكن اول ما اقول لك انت مين، هتقفي كده تستني تفكري. لا انا مش محتاجه بقى ان انا افكر، انا عايزه اوصل لمرحله ان انا مش محتاجه افكر. لما حد يسالني انت مين، مش محتاجه افكر. انا عايزه ابقى عارفه الكتالوج بتاع نفسي، ابقى عارفه ذاتي، ابقى عارفه انا مين كويس قوي. دي اول مرحله. اول مرحله لازم نبقى مكونين صوره لذاتنا. وطبعا احنا النهارده هنتعلم ازاي الصوره دي بقى تبقى صوره ايجابيه. هو للاسف ان معظمنا بنعمل صوره لنفسنا بس بتبقى سلبيه. احنا النهارده هنعرف مظاهر الصوره السلبيه وازاي نحولها لصوره ايجابيه. يبقى الاول هنعرف لو انا قلت لك انت مين. طب نعملها ازاي؟ تخيل كده ان انت كاتب، في معانا ما شاء الله كتاب اهو، الاستاذ يوسف نور كاتب بيكتب وليه كتابات كتير. لو انت مؤلف وبتكتب وتخيل ان انت عندك مجموعه شخصيات وهتحط نفسك شخصيه من الشخصيات دي، هتتخيلها ازاي؟ هتكتب عنها ايه؟ هي دي صوره الذات اللي عندي. تخيل ان انت مؤلف وبتعمل روايه وهتعمل مجموعه من الشخصيات وانت واحد من الشخصيات دي. ابتدي بقى اكتب عن نفسك. هو المفروض ان يبقى في ورشه عمل طبعا مع الندوه، بس عشان هنا لسه مبتدئين اول مره، فالمفروض ان بديكوا ربع ساعه كل واحد يبتدي يحط نفسه فعلا في المكان ده ويبتدي. بس طبعا الحاجات دي ممكن نعملها بعد كده في اليوم. ويبتدي فعلا يكتب عن نفسه ويألف. هتلاقي حاجات خطيره جدا عن نفسك انت ما كنتش واخد بالك منها. طب ايه تاني؟ تخيل نفسك بتبعت جواب لشخص وتحكي له عن شخص والشخص ده هو انت برضه. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه في الجواب ده؟ كل ده عشان نبتدي بس نعرف ايه معلوماتك عن نفسك وايه معلوماتك عن ذاتك. يبقى كيف ارى نفسي؟ حط نفسك قدام المرايه واكتب، وبكل صدق شوف انت شايف نفسك ازاي. انا ما ينفعش اجيب بيت قديم واقول انا عايزه ابني بيت جديد وابنيه فوقيه. ينفع؟ ينفع ابني البيت الجديد فوق البيت القديم؟ لا، لازم اتخلص من البيت القديم واظبط الارض وابتدي ابني البيت الجديد. نفس الحكايه، لو انت صورتك عن نفسك وصوره ذاتك سلبيه، انا ما اقدرش ابني عليها الايجابيه. لا، انا لازم اعرف ايه السلبيه اللي عندي، ايه مظاهرها، ايه اسبابها، طيب ازاي اتخلص منها وابتدي ابني بقى زي ما بيقولوا على ايه؟ على نظافه. ابتدي ابني الايجابيه بعد ما اتخلص من السلبيه. يبقى لازم اشوف الاول كيف ارى نفسي. احنا قلنا دي تخيل انك تكتب روايه، تخيل انك تكتب خطاب لشخص تعرفه وبتعرفه لنفسك. النتيجه اللي هتوصل لها في الاول خالص لما تبتدي تكتب عن نفسك انك هتبتدي تقيم نفسك. هو ده تقييم اولي. هتبتدي تعرف نوع من التقييم والحكم ليس مجرد الوصف. يعني انا مش هبتدي اكتب عن نفسي اقول ايه؟ انا طولي مش عارفه كام سنتي، انا لوني كذا، انا في شغلي كذا. لا، انا مش عايزه الوصف ده، مش عايزه الوصف اللي كل الناس عارفينه واللي موجود في البطاقه. انا عايزه المعلومات اللي جواك اللي محدش يعرفها غيرك. هي دي اللي انا عايزاها. لما تيجي تكون الصوره الذاتيه لنفسك، هي دي اللي انا عايزاها، الصوره اللي محدش يعرفها غيرك، اللي محدش يعرف يكتبها غيرك انت. اول حاجه المعلومات. هنكتب المعلومات، ماشي، دي كل الناس عارفاها. بعد المعلومات هبتدي اكتب ايه؟ هتلاقي نفسك كتبت ايه؟ انا بقول لكم اللي انتوا هتكتبوه. هتكتب الافتراضات الفكريه التي نفترضها على انفسنا. يعني ايه الافتراضات؟ يعني انا مفترضه ان انا عصبيه. هكتب ان انا عصبيه.
وعلى فكره معظم الافتراضات الفكريه دي بتبقى خاطئه، لان كمان معظمها سلبيه، وهي دي اللي هنبتدي بيها ان احنا نغيرها. الافتراضات الفكريه عن ذاتنا اللي احنا يا اما متوارثينها، يا اما ناتجه عن تجارب سابقه، يا اما عن اعتقادات خاطئه. المهم ان هي معظمها بتبقى سلبيه للاسف، ومعظمها بتبقى ليس لها اي قاعده من الصحه. المشاعر اللي بنشعر بيها تجاه انفسنا برضه المشاعر دي للاسف معظمها بتبقى مشاعر سلبيه، لسنا واعيين بيها ولكنها تحكم سلوكنا واستقبالنا. للاسف احنا ما بنبقاش حاسين بالحاجات دي، ما بنبقاش حاسين ان احنا مدخلين نفسنا في حيز هو مش موجود. انا عصبيه، انا انفعاليه، انا فاشله، انا حاجات كتير قوي بنقولها عن نفسنا. الحاجات دي بتتحكم في سلوكياتنا، بتتحكم في استقبالنا للمعلومات، بتتحكم في تعاملنا مع زمايلنا ومع الناس، واحنا بنحكم نفسنا في دايره مش هنخرج منها ابدا الا اذا كنا صادقين مع نفسنا وبدانا نتعرف على السلبيات دي وبدانا ان احنا نغيرها تاني. صورتي عن نفسي بتختلف عن صورتي عند الآخرين، لكن معظم الناس حتى لو هو عنده صورة عن نفسه إيجابية جدا وحلوة جدا ما بيهتمش غير بصورة نفسه عند الآخرين. يعني رأي الناس فيا للأسف، أنا بهتم برأي الناس فيا إيه، لكن ما بهتمش برأيي أنا في نفسي. يعني أنا متأكدة إن أنا صح، وأنا متأكدة إن أنا ناجحة، ولو اللي حواليا شايفين إن أنا فاشلة هيبقى النتيجة النهائية عندي إيه؟ في اعتقادي الفكري عن ذاتي إن أنا فاشلة. لا، أنا عايزة أخلي النية الأولى عندي الاهتمام الأول لاعتقادي عن نفسي، لرأيي أنا عن نفسي، في ثقة في النفس، أنا عارفة رأيي عن نفسي إيه هو، يبقى أنا هغير رأي الآخرين فيا، مش هما اللي هيغيروا اعتقادي عن نفسي. الأقوى هو اللي بيغير التاني. يبقى أنا كل ما كنت أنا الأقوى، أنا عندي ثقة في النفس، حطينا لنفسنا علشان نقدر إن إحنا نغيرها. اتكلمنا عن ما نعرفه عن أنفسنا، الأول دي المعلومات اللي كل الناس عارفاها. بعد كده هنتكلم عن الافتراضات الفكرية اللي بنفترضها عن أنفسنا. ما تفترضش عن نفسك حاجة، ومعظم الحاجات دي بتبقى سلبية وهي ممكن ما تكونش موجودة. ما تقولش أنا فاشل، ما تقولش أنا عصبي، ما تقولش أنا متسرع، وتبدأ تحكم على نفسك بأحكام هي مش في الحقيقة موجودة. ما تخليش اهتمامك الأول برأي الآخرين فيك واعتقادهم فيك ويبقى هي دي المعلومات اللي بتبني على أساسها صورتك عن ذاتك. لا، ما تبنيش صورتك عن ذاتك على رأي الآخرين، ابنيها على رأيك أنت في نفسك، لأن أنت أكتر واحد عارف نفسك. وأنت اللي هتقدر تغير الفكرة دي، أنت اللي هتقدر تغير أي اعتقادات سلبية حواليك إلى اعتقادات إيجابية. لو أنت ما صدقتش إن أنت إيجابي، لو أنت ما حسيتش إن في شخصيتك في حاجات إيجابية، عمر ما أي حد يقدر يغيرك. يبقى التغيير أولاً لازم يكون نابع منين؟ لازم يكون نابع من جوانا. الإيجابية خصوصاً غير أي حاجة لازم تكون نابعة من جواك أنت. لازم تكون ثقتك في نفسك قوية جداً إن أنت هتقدر تتغير، إن أنت فيك حاجات إيجابية كتير. لأن إزاي أنا أقنع الناس إن أنا فيا حاجات إيجابية وأنا نفسي مش مقتنعة؟ لو أنا مقتنعة إن أنا فاشلة، أنا عايزة الناس هي اللي تسقف لي تقول لي أنت ناجحة. لو أنا مقتنعة إن أنا مش قادرة أعمل أي إنجاز، مستعدة الناس هي اللي تساعدني، مستنياهم هم يساعدوني ويقولوا لي أنت هتبقي ناجحة وهتنجزي أي عمل. لا، لازم الثقة الأول، الثقة في النفس لازم تبتدي الإيجابية مني، من الذات. زي ما قلنا إن من أكثر الشخصيات اللي إحنا لا نعرف عنها أي شيء هي أنفسنا. لما قلت لك أنت مين؟ فكرتي. لما قلت لك هتاخد وقت قد إيه عشان تجاوبني لما أقول لك أنت مين؟ هتاخد وقت كبير قوي. مع إن لو قلت لك صاحبك ده مين؟ هتقعد تديني ريبورت كام صفحة عنه وعارف كل حاجة عنه. لكن أنت ما تعرفش أي حاجة عن نفسك.
عن ميولك، عن اتجاهاتك، عن قدراتك. ايه السلبيات اللي فيك؟ طب ايه الايجابيات؟ طب ايه خطتك في الحياه؟ هتعمل ايه في السلبيات والايجابيات دي؟ يبقى انت ما تعتقد عن نفسك، مش مهم الناس بتعتقد ايه، احنا هنغير وجهه نظرهم فينا، مش هم اللي هيغيرونا. طب ايه الصوره الذاتيه الصحيه بقى؟ طالما انا قلت ان معظم صورتنا عن نفسنا بتبقى سلبيه، بنبقى مش عارفين احنا مين ولا قدراتنا ولا ايه، يبقى اكيد في حاجه صحيه المفروض ان احنا نمشي على نهجها. ايه هي؟ ايه هي الصوره الذاتيه الصحيه اللي المفروض اكون عليها؟ حد عنده فكره؟ لو انت حبيتي زي ما قلت تكتبي انا مين، وجبتي الورقه والقلم وابتديتي توصفي ذاتك واللي جواكي والايجابيات اللي فيكي، هتبداي تعملي ايه؟ اول حاجه هتعمليها اشوف الحاجه الكويسه اللي ممكن اقدر اعملها. تمام، اشوف الحاجه الكويسه اللي اقدر اعملها. الكويسه دي اللي هي بمعنى ايه؟ اللي هي الايجابيه. احنا قلنا ان احنا لازم يبقى معتقدنا عن نفسنا ان احنا عندنا الكثير والكثير من الايجابيات. يبقى انا عارفه ان انا فيا ايجابيات كتير، يبقى فعلا اول حاجه اعملها ان انا هبتدي اعمل لسته بالايه؟ بالايجابيات اللي عندي. طيب بعد ما اعمل لسته بالايجابيات ممكن اعمل ايه؟ ممكن اتعرف عليك؟ أنس بس؟ طب ممكن توصف لنفسك في جملة 5 6 كلمات كده؟ يا أنس أنت سنة كام؟ ثالثه اعدادي، يعني ما شاء الله داخل على مرحله ثانوي. طب تعالي كده يا أنس. فين الثقة في النفس كده وفين نشجع أنس كده؟ ممكن نشجع أنس؟ أنس هيوصف لنا هو يعرف ايه عن نفسه في 6 جمل، 6 كلمات، جملة واحدة. لا معقول ما تعرفش؟ أنا أول مرة أقابلك يا أنس، فعايزة أعرف مين أنس. خالص؟ ولا 3 كلمات طيب؟ طب حد يعرف أنس يا جماعة؟ حد يعرف أنس يحكي لنا عنه؟ أنس بيحكم على الناس من غير ما يعرفهم وأنا مش عارفة أنس. أنا عن نفسي. صدقني افتكرتك بقى ان انت بتتكلمي عن نفسك. عايزة برضه بعرف أتكلم عن نفسي. طب ممتاز. بس ايه متحمسة عن أنس الأول. خلاص عرفينا بقى مين أنس. أنس بيحب يحكم على الناس من غير ما يعرفهم. مثلا أنا بحب اللعب وكده ويقعد يقول عليا إن أنا مجنونة. هو مختلف كتير، بيقعد مثلا تعالى يا أنس تعالى. مجنون؟ انت لسه لا هو بيقول ان انت مجنون. وايه كمان؟ طب وانت بتقولي عنه مجنون، ممكن تقولي لي صفتين فيه؟ بيحكم على الناس بسرعة. متسرع يعني. متسرع. وايه كمان؟ عايزه صفه كمان، صفه واحده بس. ان هو يعني بيعمل حاجات اكتر، يعني اصغر من سنه بكتير. يعني هو اصغر؟ ماشي بس تمام. خليك يا منى. هي بتقول ان انت بتقول عليها مجنون. اوكي؟ ماشي، انت شايف ان هي مجنونه فعلا؟ ده اعتقادك الفكري عنها ان هي مجنونه؟ هي استاذه اعتقد عنه زملاء في المدرسة. طيب هو اعتقاده عنك انك مجنونه، طب انت بتعتقدي عن نفسك ان انت فعلا مجنونه؟ لا، انا مرحه وبحب العب، بحب اهزر، لكن برضه ليا حدود وليا نوايا. بس انا برضه يعني بعرف احكم على نفسي وبعرف يعني ما اعملش حاجه مخالفه او حاجه مختلفه. بحب العب مع الناس كلها. بحب العب مع الناس كلها. يعني فكرته عنك ان انت مجنونه، وهو قالها لك صراحه دي حاجه كمان كويسه. شكله ان هو هادي، فممكن يكون هو بالنسبه له
الهادي السهل. ان هو هادي لا هي لا محدثة. الهادي السهل، اه يعني يعمل كل حاجه وهو هادي، هادي قوي. يستفزك وهو هادي. طب يا منى، هل اعتقاده عنك ان انت مجنونه غير في فكرك عن نفسك شويه، او حاولتي تفكري كده مره هو ليه بيقول عني كده، يمكن انا اكون مجنونه فعلا؟ لا انا فكرت بس مش مجنونه، انا عادي بحب. يعني فكرتي، اهم حاجه ان انت فكرتي، يعني كلامه ابتدى ياثر فيكي شويه بس فكرتي، بعدين قررتي ان انت لا مش مجنونه. عشان مثلا احنا كنا قبل ما نيجي كنت عماله بقى هروح يقعد يقول انا مجنونه قدام الناس، لكن انا مش مجنونه خالص. انا طب ما حاولتيش تغيري فكرته دي عنك؟ حاولت بس هم ما بيحبش يقعدوا. عملتي ايه عشان تغيري الفكره؟ مثلا بقى يعني لما باجي نهزر او كده بقول له تعالى العب معانا وكده، يروح يقول لا، ان هو ما بيحبش، مختلف عني كتير، يعني مش بقدر ان انا يعني خليه يعمل الحاجات اللي انا بحبها بس. هي شكرا يا منى. هي قالت يا انس ان انت متسرع في حكمك عن الناس. هل انت شايف ان انت نفسك متسرع فعلا؟ لا، يعني هي قالت في حاجه سلبيه فيك بس انت مش شايفها فيك. لا، هي قالت ان انت كمان انت قلتي ايه كمان غير متسرع؟ يعني انت طب شايف ايه السلبيات اللي فيك؟ مش مختلط مع شايف ان هي مجنونه. يعني ما اكذبش على نفسي، يعني احط السلبيات قبل الايجابيات. يعني ايه الوحش اللي فيا قبل الحلو. واقعي وايجابي. ايجابي بايه بقى؟ عشان انا ما اقعدش اكتب الورقه واكتب كل سلبياتي وابتدي انكد بقى على نفسي وابص الاقي نفسي دخلت في مود بقى ايه ده؟ كل ده انا صادقه بقى مع نفسي. انا متاكده ان هنكتب حاجات كتير قوي. هنكتب حاجات كتير جدا سلبيه. طب انا مش عايزاك بقى توصل لمرحله الاحباط ولا توصل لمرحله انك تكره نفسك انا وحش. معظم الناس بتشوف نفسها ان هو ما عندهاش سلبيات. لا مش معظم الناس. ده خارجيا، صدقني خارجيا وظاهريا، لكن داخليا مع نفسك انا افضل، انا كويس، بيقول انا لمين؟ انا لنفسي حاجه، انا شايف بالظبط بيقول لنفسه. انا شايف حاجه مهمه جدا، كل واحد فينا ليه ميزه. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل واحد فينا ميزه. الفكره كلها ان مفيش حد ناجح وحد فاشل، الفكره كلها ان اللي عايز ينجح بينجح. بس الفكره ان احنا ازاي ننجح، ازاي نفكر ان احنا ننجح صح. يعني مثلا مفيش كل واحد فينا، يعني انا ماسك مدير المؤسسه هنا، شايف مثلا محمد حسني في ميزه، موظف معنا في ميزه، ده حقيقي مثلا ميزته ان هو منظم، بيحب دايما يركز في الحاجه، بس ممكن يكون في بعض الحاجات برضه انا شايفها بس مش هقولها طبعا. في بس مثلا كل واحد فينا في المتحف هنا من خلال انا بقالي 9 سنين في المكان، كل واحد انا عارف مثلا بيفكر، هو برضه عارف ان انا بفكر ازاي. بس انا شايف ان مفيش حد فاشل. دي نقطه مهمه جدا. وشايف ان النجاح بفريق العمل. يعني لو كل واحد فينا حط الميزه بتاعته واجتمع، يعني كلنا حطينا تفكيرنا ومميزاتنا مع بعض، هنبقى انجح دوله في العالم. لكن هو يا اما احنا بنشتغل على الانا او الفريق ده اللي هو انا بس، مش فريق عمل. احنا ما اختلفناش، احنا لسه ما اتكلمناش على موضوع الفشل. انا ما قلتش ان في حد فاشل، بالعكس ده انا بس بشوف لكن كلامك اللي انت بتقول ان كل واحد عايز ينجح بينجح. طيب يبقى ما كناش هنشوف ناس فشله، ما كناش هنشوف ناس ما بتنجحش. في ناس كتير ما بتنجحش. هل هو مش عايز ينجح؟ لا هو عايز ينجح بس هو مش عارف ازاي يوصل، مش عارف يبتدي منين. هو عايز ينجح بس هو دخل دايره الفشل، خلاص دخلها مره، دخلها بالصدفه، دخلها التجربه فاشله. لما انا بقى هي دي بقى اللي انا النقطه اللي انا عايزه اطلع منها النهارده، ازاي لما ادخل دايره الفشل دي او دايره السلبيه دي ازاي اخرج منها؟ ازاي ما افضلش الف حوالين نفسي وخلاص بقيت انا فاشل يبقى انا طول عمري فاشل، خلاص انا ما نجحتش في حاجه يبقى انا طول عمري مش هنجح. لا، زي ما استاذ علاء قال اللي عايز ينجح بينجح. ودي اهم نقطه في الطاقه الايجابيه. لو انا هقول انا ايجابيه هجذب لنفسي كل حاجه ايجابيه، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ استبشروا تفاءلوا بالخير تجدوه. هنتفاءل بالخير هنجده. الطاقه الايجابيه بتتبع قانون الجذب. قانون الجذب بيقول ايه؟ انك انت تجذب ما تفكر به. اللي تفكري فيه هتجذبي ليه. هفكر في الفشل هجذب الفشل، هفكر في النجاح هجذب النجاح. هي مش عمليه سحريه، يعني انا مش ساحر، لا، بس انا لما بفكر في النجاح
ببتدي احط خطه، ببتدي اعرف ايه سلبياتي ايه ايجابياتي، طيب انا هعمل ايه، ببتدي افكر. هو مش سحر ان انا مجرد افكر في النجاح هنجح، لا، لكن تفكيري ده بيبقى المرحله الاولى. تفكيري في الفشل حلو برضه، افكر في الفشل، بس افكر في الفشل. اول ما افكر في الفشل هنا لازم يبقى في نقطه تحول على طول. افكر فيه كحاجه سلبيه، طب اغيره ازاي؟ لكن ما اعيش فيه. في فرق ان انا افكر في الحاجه واعيش فيها خلاص واحكم على نفسي انا فاشله، لا، احنا مجرد ما نفكر في الحاجه السلبيه نغيرها على طول، نحولها لايجابي. طيب ازاي احولها لايجابي؟ حتى في كلامنا، يعني كلامنا يا اما كلام ايجابي يا اما كلام سلبي. للاسف معظم كلامنا مع انفسنا، انا النهارده كله بتكلم عن الذات بس، بتكلم عن نفسي. ما بداتش ان انا ادخل في بيئه العمل والاصدقاء وكده، لاني لو ما بداتش بنفسي مش هينفع ابدا باي حد تاني. طيب احنا لما بنقعد كده نتكلم مع نفسنا، وده كتير قوي بيبقى حديثنا مع عقلنا الباطن. للاسف كل الاحاديث دي بتبقى معظمها احاديث سلبيه. حتى احدث الدراسات قالت ان حديث النفس مع النفس بيبقى 95% منه سلبي. وللاسف اكتر ان الاحاديث السلبيه دي ما بتحصلش او ما بيحصلش منها فعليا غير حوالي 20%. يعني انا بنكد على نفسي وخلاص، اقدر افكر في كل المصايب اللي ممكن تحصل وكل السلبيات اللي في الدنيا، وفي الاخر نصها ما بيحصلش اساسا. طيب ما انا احاول ان انا بقى احول ده لايجابي. حتى الطلبه اللي معانا هنا، انا نازل الصبح عندي امتحان، واحد بيدعي ويقول يا رب ما اسقط يا رب ما اسقط، اوكي؟ ده دعاء، ده ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. ليه سلبي؟ عشان هو بيفكر في السقوط ما بيفكرش في النجاح. بالظبط كده. هو ذكر كلمه ايه؟ السقوط. وعندنا علينا الباطن ما يعرفش النفي. يا رب ما اسقط، لا، عقلك الباطن خد ايه؟ خد الكلمه السلبيه. ابتدى يعمل ايه؟ يعمل فيك بقى قلق وتوتر، زياده ضربات القلب، رعشه، بروده. كل ده تدخل تنسى اللي انت كنت مذاكره كله. كل ده عشان انت بس قلت ايه؟ يا رب ما اسقط. طب ايه الايجابيه بتاعتنا؟ لو انا عايزه اقول نفس الجمله بس بطريقه حلوه، هتقولي ايه؟ هتقولي ايه؟ راح الامتحان ومش عايزه تسقطي، هتقولي ايه؟ مش عارفه. يا رب انجح بيقولوا لك اهو. هقول ايه؟ يا رب انجح. هي نفس الجمله. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ دي سلبيه 100% ودي ايجابيه 100%. يبقى نحاول ان احنا نغير كل كلامنا، حتى كلامنا مع نفسنا، كلامنا مع ابنائنا، كلامنا مع اللي حوالينا. بلاش نقول الكلمه السلبيه ونغيرها بالكلمه الايجابيه. بلاش اقول انا مش عايزه اتاخر، طب ما انا اقول انا عايزه اوصل في ميعادي. قيسوا بقى على كده كل جملنا في حياتنا هتلاقوها سلبيه كلها. لا، نحاول نغيرها. ما تقولش مش هتفرق، لا هتفرق. صدقني مره مع مره هتفرق. لهجتك هتفرق، هتبقى لهجه ايجابيه. احساسك اللي بيوصل للي حواليك هيبقى احساس ايجابي. احساسك مع نفسك هيبقى ايجابي. بالتالي زي ما قلت هتجذب الايجابيه ليك. هتلاقي الدنيا كلها اتغيرت معاك. اتفضل. اللي عايش فترة مش عارف يخرج منها. هو مش بيفكر في السلبي اللي جاي قدامه، هو دايما بيفكر في السلبي اللي عدى وراه. اللي عدى ورا. هنتكلم على الموضوع ده على فكره، ان احنا مش بايدينا ان احنا نغير الماضي. ومعظم معتقداتنا اللي هي السلبيه، ان انا فاشل وان انا والحاجات دي كلها بتبقى مبنيه على ايه؟ على الماضي، او مبنيه على تجارب سابقه، مبنيه على تاريخ سابق انا فشلت بيه، او تجربه سابقه انا مريت بيها، فببتدي ادخل نفسي في الدايره دي. لا، الماضي عمري ما هقدر اغيره. طب انا اجهد نفسي ليه وابذل طاقتي في حاجه انا مش هقدر اغيرها؟ وحد يقدر يغير الماضي؟ لا. طيب اعمل انا ايه عشان اخرج من الدايره دي؟ هبتدي اخد من الماضي ده التجارب بتاعته. طيب ايه التجارب اللي انا كنت داخله فيها؟ في حاجات طبعا قدريه، حاجات ده قدريه من ربنا سبحانه وتعالى، دي مش هقدر ان انا اتحكم فيها الا بالدعاء. لكن في حاجات اكيد اسباب بتبقى نابعه مننا. طيب ايه الاخطاء اللي انا عملتها وصلتني للفشل السابق ده، او الماضي اللي انا عايزه انساه ده؟ اكيد فيه، ولو 1 2 3. طيب ابتدي بقى اغيرها.
هو ده اللي بقوله. ابتدي بقى احول السلبي لايه؟ لايجابي. بدل ما اخلي السلبي ده يبوظ حياتي اللي جايه كمان ويبوظ حياتي الحاضره، لا انا اخد منه العبره واستفاد منه وابتدي ان انا اغير. بالعكس، ده انا احيانا التجارب السابقه دي اللي انا بعتقد ان هي تجارب فاشله احيانا بتبقى هي طاقتي للنجاح. احيانا هي اللي بتزودني ودوافعي للنجاح، ان انا مش عايزه امر بالتجربه دي تاني، لا انا عايزه اغيرها. لا انا مريت بالتجربه دي وعرفت وصلت لها ازاي، طيب انا عايزه حاجه تانيه. يبقى هنا بالعكس، ازاي نستفيد منها؟ ازاي نستفيد من الفشل علشان نوصل للنجاح؟ هل البني ادم ممكن يستمر او ان هو يبقى مبسوط ان هو يعيش في تجربه سابقه؟ كتير كتير جدا بيبقوا متلذذين كمان ان هم عايشين في دور الانهزام، دور الاستسلام. وهنتكلم بس يعني مش باستفاضه في الموضوع ده عشان ده مش موضوعنا. ان هو بيبقى داخل دايره التعود بقى اللي هو مسميها دايره الامان. هو خلاص دي حياته، فهو خلاص تاقلم معاها وغير قابل للتغيير. ليه؟ عشان هو ثقته في نفسه بتبقى ضعيفه شويه. اللي بيفضل كده بيبقى اكيد ثقته في نفسه ضعيفه، فبيبقى او مش موجوده فعلا، فبيبقى حتى هو غير قادر على التغيير. يعني عارف ان هو مش مبسوط وان هو قاعد في الدايره غصب عنه وقاعد في التجارب الفاشله كلها ومش عايز يتغير. يا ابني اتغير، لا مش عايز اتغير. يا ابني اتغير، لا مش عايز اتغير. اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ده اللي احنا دايما بنقوله، اللي نعرفه احسن. لازم في عندنا مبادره. مش كل التجارب بسبب او سلبيه. طبعا لا، هي بتتكلم عن التجارب الفاشله. هي سؤالها كان طبعا مش كل التجارب في فاشله. تجارب بتبقى سلبيه او ايجابيه الواحد لما برضه بيتمسك بيها تزيد حماسه وتزيد طاقته بالتاكيد. طبعا احنا ما نقدرش ننفصل عن ماضينا ابدا ولا تجاربنا، بس انا بصنفها ايه السلبي منها وايه الايجابي منها. تمام، اتفضل. طب ده حضرتك بالنسبه للشخص اللي هو اللي مش مريض، الشخص الطبيعي. تمام. بالنسبه بقى للشخص المريض النفسي اللي اثرت فيه حاجات من صغره لحد ما كبر، ازاي يتغلب على الحاجات دي؟ ازاي نتغلب على الحاجات دي؟ لو هو وصل ان حضرتك بتقول ان هو مريض نفسي، طبعا مين اللي يشخص بقى ان هو مريض نفسي؟ مش هو اللي هيشخص اكيد. تمام، هو اتشخص من ناس متخصصه ان هو خلاص يعني ده هيبقى محتاج اكيد مساعده نفسيه. اكيد محتاج مساعده، بس محتاج برضه وقفه مع النفس وان هو يقتنع ان هو محتاج مساعده. دي اهم حاجه، لان انا زي ما انا قلت اي تغيير من السلبيه للايجابيه، اي تغيير في اي حاجه مختصه بذاتي لازم تبدا من جوايا. لو انا ما حددتش ان انا حد يساعدني مش هتغير، ولا عمري هتعالج، ولا عمري هخرج من الدايره دي. يبقى حضرتك لما تقول هو وصل لان هو بقى مريض نفسيا، يبقى اكيد محتاج طبعا مساعده. ودلوقتي الحمد لله يعني في امراض نفسيه كتير او التجارب السابقه دي في حاجات ما بتحتاجش الا جلسه مش اكتر من 20 دقيقه. وفي حاجات بتبقى محتاجه مراحل اكتر يعني حسب بقى التجربه اللي هو مر بيها. يعني هو ممكن يرفض الراي من الاشخاص الثانيه اللي هي حابه ان هي تساعده، تقول له لو ما اعترفش ان هو محتاج مساعده هيرفض. يبقى هنا وظيفتنا ايه؟ ان احنا نقنعه ان هو محتاج مساعده في الاول. لازم يقتنع الاول ان هو محتاج مساعده عشان يقدر يساعد نفسه معاه. يبقى التقييم الايجابي الواقعي، قلنا واقعي ان احنا نعرف كل سلبياتنا ونبقى صراحه. ايجابي علشان ما ابداش اكره نفسي. انا مش ببتدي احط سلبياتي عشان اتضايق واكره نفسي واوصل لمرحله الاحباط. تزعلوا مني بقى، لا. احنا ايه؟ هنبقى ايجابيين. يعني ايه ايجابيين؟ يعني انا بحط السلبيات دي علشان انا اقدر اغيرها. انا بحط السلبيات دي علشان انا دلوقتي اتعرفت على ذاتي وبالتالي هغيرها لايجابيات. لان انا ما اقدرش اغير حاجه انا جاهله بيها اساسا. ما اقدرش اعمل حاجه وانا مش عارفاها. يبقى دي اول مرحله في الايجابيه، ان انا اعرف سلبياتي. يبقى لازم اكون ايه؟ ايجابيه وانا واقعيه مع نفسي. دي مهمه جدا. نعم. هو ازاي اتعامل مع التوابع؟ مثلا حاجه حصلت لي في الماضي وليها تاثيرات التوابع بعد كده، اتعامل معاها ازاي؟ نفس الكلام، ان انا اخد منها التجربه بس
ما باخدش منها الاحساس بالفشل. اي خبره سابقه او اي تجربه سابقه انا بمر بيها بيبقى ليها تاثير. ليها تاثير نفسي، شعور معين انا وصل لي وانا بمر بالتجربه دي، وبيبقى ليها تاثير تاني اللي هي النتيجه بتاعت التجربه. لما انا اجي بقى اخلص من التجربه دي اتخلص من الاحساس اللي راودني اثناء التجربه. يعني انا مريت بتجربه فشل فحسيت بالاحباط. لما اجي بعد كده افكر في التجربه مش لازم اشعر بنفس الاحباط، خلاص دي بقت تجربه ماضيه. يبقى بلاش استحضر الاحساس والشعور ان انا شعرت في التجربه، لا انا استحضر ايه؟ النتيجه بس. النتيجه ان انا فشلت في كذا، انا فشلت في امتحان اللغه الانجليزيه وانا زعلت وقعدت اعيط. طب كل ما افتكر ازعل واقعد اعيط؟ لا، كل ما افتكر احط خطه ان انا هروح اخد كورس انجليش واقوي نفسي. يبقى انا بشتغل على النتيجه مش على الشعور والاحساس ان انا فضلت حاساه وافضل بقى طول عمري اشعر بيه واحسه تاني. ودي محتاجه تدريب شويه. لكن لو احنا اتعودنا عليها ان احنا لما نفتكر اي تجربه ماضيه ما نستحضرش الشعور والاحساس النفسي اللي احنا كنا موجودين فيه. طبعا ده لو كان سلبي، يعني لو كان ايجابي ده حلو جدا، بالعكس بيحفزنا. انا لما بعمل الرابط التحفيز بقول لك فكري في موقف او تجربه ناجحه جدا نجحت فيها قبل كده، وبتبداي تعملي حركه او لفظ او كلمه بتربطي بيها احساسك بالثقه بالنفس وبالنجاح وبالتجربه دي. الرابط ده لما بتيجي تستخدميه في اي موقف بعد كده بيوصلك الاحساس اللي انت حسيتيه قبل كده. تبصوا تلاقوا كل لعيب كوره او اي لعيب في الاولمبياد او كده بتبصوا تلاقوا ليه حركه معينه او ليه كلمه او ليه بيقولوا عليها صيحه. الصيحه دي يمكن انتم ما بتفهموهاش لكن احنا بقى نفهمها. الصيحه دي رابط نفسي، رابط نفسي لتجربه سابقه هو نجح فيها. لو شفتوا الاولمبياد اللي فاتت بتاعت ريو كان في واحد اللي هو برافع الاثقال طلع مرتين، كانت سيده طلعت مرتين وفشلت في المرتين وانهارت، وكان جايبينها ورا الكواليس بقى منهاره وبتعيط ومدرب معاها. فابتدى يحفزها وابتدى يتكلم معاها. كانت اخر محاوله ليها وهي طالعه. انا لاحظته وتابعته عمل ايه معاها. كان وراها وجه جنب ودنها وراح عامل لها ايه؟ تاني راحت هي على الوقفه راحت ماسحه دموعها وراحت عامله نفس الحركه. انا عرفت ان ده الرابط النفسي بتاعها. هي فازت قبل كده في حاجه قبل كده، راحت اول ما فازت راحت عامله الحركه دي بنفس الصوت ده. خلاص بقى عندها ده ايه؟ ده تحفيز نفسي. هي اول ما عملت الحركه دي وراحت، واول ما هي بتشيل راحت عاملاها تاني راحت رافعاها ونجحت في المحاوله الثالثه دي. يبقى احنا بنحفز نفسنا، احنا بنستخدم الشعور اللي احنا عايزينه. يبقى الشعور الايجابي احتفظي بيه كويس قوي واعمليه رابط ليكي في اي موقف بعد كده استخدميه، هيديكي حافز وهيديكي قوه، هيديكي ايجابيه. لكن الاحساس